هي إلسا هنا بالنسبة لي كل حاجة. طب وانت تقدر 24 سنه دي تشيل مسؤوليه بيت وكده؟ الحمد لله ربنا كان بيوفقني، ومن وهي كانت في انت ايه هولندا. بتشتغل ايه؟ أنا طالب لسه بدرس في كلية الحقوق في سنة رابعة. بجد والله؟ والله. سقطت 3 سنين؟ اه كمان سقطت، بس عطلت نفسي بس سنة، لأن إلسا لما دخلت الدين الإسلامي دخلت في مشاكل مع أهلها. حبيت إن هي زي ما عطلت برضو دراستها سنة، أنا برضو عطل دراستي سنة بحيث نبقى متساويين. هو انت بتدرسي هنا؟ لا هنا. لا هنا لا. طب انت سابت الدراسه اهي؟ لا بس ما سابتهاش، عملت ستوب يعني سنة، عملنا ستوب بس يعني نحدد هنعمل ايه. طب وترجع ازاي، ولا انت ناوي ترجع معاها؟ ان شاء الله انا اخدت بالفعل الفيزا بتاعت هولندا بس انا قررت ان انا اشتغل هنا واكبر هنا. انا كنت بشتغل حاجات كتير قوي. بتقول كده قدام الكاميرا ولا؟ لا والله العظيم من قلب، بالعكس ما انا اخدت فعلا الفيزا، ما سافرتش ليه؟ عشان كورونا؟ لا قبل كورونا كنت واخدها، بس انا بصي انا يعني في مبدئي اللي مش هيفلح في بلده ويعمل حاجه في بلده مش هيعمل حاجه بره، وطالما كده هشتغل وكده. يعني انتوا ماما وبابا اللي بيصرفوا بقى؟ لا طبعا انا بشتغل. إيه بسعى. انت عارفه الشاب المصري بيتصرف. بتشتغل ايه يعني؟ يعني ممكن اشتغل في التجاره مع والدي شويه، ممكن اشتغل مثلا في مجال الموبايلات شويه، ممكن اشتغل اوبر شويه. انت مش بتشتغلي صح؟ تقولي ايه؟ مش بتشتغلي؟ انا لا لا ما خفتيش بقى لما هو قال لك انا لسه طالب وستودنت؟ ما فكرتيش هتجيبوا فلوس منين؟ ما سالتيهوش؟ يعني هو قلت مش خايف من حاجه، انا اعمله كل حاجه. ايوه ازاي صدقتيه يعني؟ ازاي اكلم حد على السوشيال ميديا واثق فيه؟ مش عارف سبحان الله. انا I trust وليد جدا. انا كلمت وليد، انا حاسب انا عارف وليد من زمان خالص. وانا جت هنا في طياره وكنت فرحانه جدا و tell the story about airport وليد. حصل ايه في المطار؟ بتقولك قولي القصه بتاعت المطار، ايه حصل ايه؟ انا شايف وليد من بعيد خالص، وانا اجري بسرعه قوي مع سوت كيس، وهو هاك مي حضنته بقى، جريتوا احمد ومنى كاننا عارفين. ها؟ ما عرفتيه على طول؟ انا احنا مش كلام اللغه مع بعض. في مطار برج العرب. المشهد ده في مطار برج العرب معايا الفيديو بتاع كده. وبعدين واحب وليد على طول والله. انا يعني اي حاجه اكيد انا مش خايف من حاجه. انا يعني مش عارف سبحان الله I feel safe here. I don't feel afraid of anything. You are in the safest country. ده بجد. هي بتقول انا حاسه بامان هنا، فبقول لها على فكره هي دي اكتر بلد امان. مش بقول كده بجد. It's really the safest country حتى بكوفيد 19 وايز يعني. صح الحمد لله يعني. الحمد لله. ايوه بس برضو 19 سنه ما جاش في بالك خالص خالص انه ممكن يكون زي القصص او الستوريز اللي بتسمعيها، ان واحد مثلا معاه جنسيه تانية عايز ياخد الجنسيه الهولندي مثلا، او عايز يعيش بره بلده؟ ما جاش في بالك كده؟ عشان كده ماما كنت خايف عليكي قوي، عشان هي انه ممكن يكون بيضحك عليكي عشان كده. عشان في كتير ناس جوز عشان جنسيه. بس انت عرفتي منين بقى انه مش بيتجوز عشان الجنسيه؟ مش عارف سبحان الله. I just trust him. الله عملت كل حاجه. ولا you don't mind يعني؟ ولا مش مهم لو بيتجوز عشان الجنسيه؟ في حد عمل حاجات دي. لا انا مش سامح خالص عشان نتجوز انا عشان جنسيه بس. لا ما هو ممكن يكون الاثنين يعني بيحبك وبرده عقله بيقول له انك كمان ممكن ياخد الباسبور، يعني عقل وقلب مع بعض. ده تزعلي برضو؟ قلب يعني هوب يعني هوب، مش في حاجه يعني عشان جنسيه ولا اي حاجه. طبعا انا لو سالتك يعني لو سالتك وانت الاجابه غير كده مش هتقولي الحقيقه. تمام. واحد عنده 24 سنه ما بيشتغلش واكيد ما عندوش شقه وما عندوش اي حاجه، اي حد هيشوف اللقاء ده هيقول لك تتجوزها عشان الجنسيه طبعا، يعني دربها في دماغه هيخلص ويطلع هولندا ويقعد معاها وبتاع. وده يعني هو بيبقى حلم كاذب لكل شاب صغير يعني.
هي فكره انها وثقت فيك ده ريسك رهيب، انت ما كنتش مستغرب؟ والله ده يعني كرم من عند ربنا. انا بقول كده. وبعدين إلسا لما نزلت هنا هي كانت عامله زي الطفله، بتحس يعني هتعرف انا عايزها. تضحك عليها ولا لا؟ بضحك عليها. لا، ما انا بقول ممكن بعد- الاثنين، اصل هي مش ممكن ما تتحبش، يعني هي لذيذه ولطيفه وهاديه وزي القمر، يعني صعب قوي انك ما تحبهاش. فانا انك حبيتها دي انا مش حاطه احتمال ان لا، لكن ما دربتهاش برضو في دماغك انها برضو زي ما بنسميها كده جود كاتش، يعني صيد ثمين يعني، او بلاش كده، يعني نقول ان برضو بالعقل هي فرصه كويسه للجواز. بصي، هو انا حسبتها طبعا، هي فرصه طبعا كويسه للجواز، ان انا اخد بنوته صغيره لسه عندها 19 سنه واعلمها ديننا صح واصولنا صح، اربيها على ايدي زي ما بيقولوا. والحمد لله طلع الانتاج زي ما حضرتك شايفه كده، فاهمه. وهي شافت الجو الاسري بتاعنا، معامله بابايا معاها ايه. احنا قعدنا فتره في بيت والدي ووالدتي في الاول، معامله والدتي، اخويا الصغير. انتوا مش قاعدين مع مامتك وباباك دلوقتي؟ احنا حاليا لا. والله. هي شافت طبعا معاملتهم. استقليتوا يعني لوحدكم من استقلينا قدكم من قد ايه؟ يعني استقلنا تقريبا بقالنا نص سنه كده. طبعا كل حاجة هنا different، كل حاجة هنا مش زي هولندا خالص. ما أنا يعني أنا أي حاجة مفيش مشكلة والله. أنا يعني انت لقيت الملاك دي فين؟ لقيتها فين دي؟ اي حاجه مش مشكله. أنا فرحان بسرعة. أنا ممكن أنا زعلان وليد اشتري واحد شوكولاتة وأنا فرحانة والله. الحمد طبعا انتوا لله. هتروحوا يعني بحاجه صغيره قوي خلاص. مفيش الحمد مشكلة. لله. المهم الحب، المهم الشخص اللي قدامها ايه، المهم هي مقفول عليها الباب، معاها مين، بيحبها قد ايه وبيخاف عليها قد ايه. يقال ان لما الراجل بيختار وهو صغير قوي ما بيبقاش بقى لف ودار واحتك وكده، بيجي في وقت من الاوقات يزهق من مراته ويبتدي بقى عايز يعيش حياه الشاب او كده. ما خفتش انت ان عمري ما ازهق منها. انا إلسا بالنسبه لي كل حاجه، وبعدين دي حاجه ربنا بعتها لي بالظبط، فما اقدرش محظوظ. ما اقدرش الحمد لله ما اقدرش ان ان انا شاء الله ازعلها، يعني. ما اقدرش ان انا ازعلها مش عشان هي هولنديه، لا لا لا، عشان مش عشان شخصيتها. كده خالص. بالعكس، مش كده خالص. بس يعني هتسأل عليها يوم القيامه، في يوم الدين ربنا هيقول لي الامانه اللي انا بعتها لك عملتها ازاي، عملت فيها ايه، عملت معاها ايه. فلازم اكون قد الاجابات دي. فغير ان انا حبيتها جدا. وطبعا اجلتوا موضوع الاطفال عشان الدراسه. هي لسه صغيره وانا سني صغير، وقدامنا لسه شغل، وقدامنا لسه حاجات كتير قوي، وهنسافر. مش عايزين تلخموا نفسكم يعني؟ لا، وطبعا حاجه جميله جدا يبقى معانا اطفال، بس يعني مستنيين الموضوع شويه، هي لسه صغيره في السن وانا برضو سني لسه صغير، فنعمل للاطفال اللي هتيجي دي حاجه الاول، وبعد كده نجيب اطفال. فانتوا ناويين ترجعوا هولندا؟ ناويين ترجعوا هولندا ولا لا؟ If we want to go to the Netherlands, Are you going back to Holland or not? anything أي حاجة مع وليد. بس أي حاجة قاعد في أي انتوا حتى في متفقين على الدنيا. إيه؟ بصي، هو انا مع وليد. خطتي ان انا عايز يعني زي ما قلت لحضرتك اكون نفسي هنا واعمل نفسي هنا كويس واكبر هنا، ولو رحت هولندا هروح سياحه، هروح اتفسح هناك بس. لكن يعني انت ما شفتيش باباكي ومامتك سنتين؟ عشان كورونا هما كنت عايز جايين عشان كل الدنيا قافت وخاطر عشان الشغل وحاجات لا ما بس ينفعش. معلش، هي راحت. انا رحت واحد مرة رحت اسبوعين وجت تاني. واصحابك بقى لما شافوكي بالحجاب وكده ما استغربوش؟ Your friends؟ I lost some people in my life. بجد؟ انا يعني علمت كمان. صحابها في ناس خسرتهم خالص. انا كمان علمت حاجة، يعني ناس جاي وناس ماشي على طول عمري. مش مهم يعني؟ مش مهم بس فاميلي مهم وليد وجوزي، وممكن في ناس عندي اطفال، ده مهم. بس اي حد تاني يعني مش مهم، وربنا بس مهم كمان. اي حاجه تانية. لكن اي صحاب اي حاجه، اللي يجي يجي واللي يمشي يمشي، مش مشكله. صح بالزبط. عملتي ايه في الاكل بقى؟ الطبيخ والحاجه، الملوخيه بقى والحاجات انا والله مش دي بقى مش ديفرنت، دي كومبليتلي ديفرنت يعني. completely different. انا يعني